طيب انت شايف ان نادي بيراميدز ممكن ان هو في اللي جاي ان شاء الله يعني يحقق دوري ابطال افريقيا مثلا كذا مره وينافس بقى الاهلي والزمالك في عدد البطولات الدوليه وكده؟ بص، هو فكره ان هو ينافس في عدد دي بعيده شويه، لان انت بتتكلم على جاب يعني في فرق كبير. يعني لو احنا هنتكلم مثلا عن الزمالك اللي هو اقل واخد 5 فبالتالي انت محتاج كام سنه عشان توصل انك تبقى نفس رقم الزمالك ده اللي هو الاقل. ما تكلمكش في الاهلي بقى، الاهلي ده حوار تاني. تمام. لكن وجود بيراميدز كفريق تنافسي لا هو مش لسه هيحصل، لا هو خلاص، هو حصل خلاص. انت اي فريق بيقابل بيراميدز بيعمل له 1000 حساب، ولو كان الاهلي المصري ده امر منتهي خلاص. هو فريق تنافسي 100%. يعتبر بطوله دوري ابطال افريقيا اصعب شويه من الدوري المصري، وعلى الرغم من كده بيراميدز لسه ما حققش الدوري المصري. يعني ابتداء من 2018 لحد 2020 او 21 تقريبا وهو في المركز الثالث، من وقت 21 22 لحد 2024 في المركز الثاني. يعني ما شاء الله في تقدم. هل حضرتك متصور مثلا ان بيراميدز ممكن ياخد الدوري امتى؟ طيب بص، هو طبعا لسه في قضيه على الدوري بتاع السيزون اللي فات، يعني ان شاء الله نقدر يعني نكسب القضيه دي وناخد الدوري اللي فات ده. دي حاجه. بس خلينا على الوضع اللي احنا فيه، ان احنا لحد دلوقتي ما حققناش بطوله الدوري. طيب احنا اخذنا دوري ابطال افريقيا. طب انت لما تيجي تتكلم على افريقيا، مين اكبر ناديين في افريقيا؟ هو الاهلي والزمالك. فتخيل ان انا بنافس الاثنين دول محليا اصلا. تمام. يعني انت لو بتتكلم على اكبر ناديين في افريقيا، انا اساسا بنافسهم محليا، فالموضوع صعب. بالاضافه لان انت عامل الجمهور الكبير للنادي الاهلي ونادي الزمالك بيصعب الدنيا. بالاضافه يعني ممكن يبقى في عوامل تانية، بس انا شايف انه لا ممكن ناخد الدوري السنه دي غير قضيه السنه اللي فاتت. يعني السنه دي اللي احنا فيها ممكن جدا ناخد الدوري. او انت متوقع ان ممكن يتحسم في القضيه دي بشكل بالايجاب ولا بالسلب؟ لا اتوقع ان المحكمه هتحكم انه بيراميدز ياخد الدوري ان شاء الله، هتحكم بكده. يعني ايه